بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة كيكة في البيت احلى 100 مرة من اللي بنشتريها من بره، وبتكاليف سهلة وبسيطة. معانا نص كوباية زيت ونص كوباية سكر. معانا 3 كوبايات عصير برتقان. طبعا لو عايزة تستبدليه بلبن بلبن بكاكاو براحتك خالص. معانا كيك شيف، ومعانا باكو فانيليا، ومعانا بيضة واحدة هنعمل بها الكيك عشان البيض غالي، وفي نفس الوقت الكيكة هتطلع معاكي ممتازة وجميلة وما تقلقيش منها خالص. هننزل بكل السوائل بتاعتنا في شفشق الخلاط: البيض مع الزيت مع السكر الفانيليا البيضة البرتقان، كل السوائل بتاعتنا والفانيليا، وهنضربهم في الخلاط مع بعض لحد ما السكر بتاعنا يدوب. طبعا انا ضايفه هنا نص كوبايه سكر لان هزوقها في الاخر وهرجع اضيف لها مواد سكريه. فاللي حابب ان هو يزود السكر مفيش مشكله، لان التحليه ديت بتبقى حسب الرغبه. يعني الكوبايه ممكن تبقى النص كوبايه، معلش ممكن تبقى كوبايه كوبايه ونص حسب ما تحبي. معانا هنا بقى المواد الجافة. معانا 3 كوبايات دقيق، وهقولك على تكة حلوة قوي هتخلي لك الكيكة تبقى نافشة معاكي وجميلة ومش هتهبط منك خالص. بنضيف للدقيق بتاعنا زي ما احنا شايفين كده 2 معلقة نشا. النشا بتخلي الكيكة لما بتنفش معانا وتقب ما بترجعش تهبط معانا تاني لما بتبرد. ومعانا يا حبايبي دوت بيكربونات الصوديوم اللي هو الكربوناتو بتاع الطعمية. الله بقى، معانا لو ضفنا كده ربع معلقة من بتاعة الشاي على المكونات الجافة بتاعتنا دي، والله كربونات الصوديوم دي بتخلي الكيكة تنفش معاكي وتبقى جميلة وهشة وطرية في نفس الوقت. والنشا ما بتخليش الكيكة تهبط منك تاني أبداً. بعد كده بنضيف بقى السوائل اللي احنا ضربناها كلها في الخلاط واحدة واحدة على الدقيق بتاعنا، وبنحاول ان احنا بقى بالمضرب بتاعنا اليدوي دهوت نربها، او بايدنا لو ما عندناش المضرب عادي مفيش اي مشكلة، ان احنا نفك التكتلات بتاعة الدقيق دهوت، وبنلفها لحد ما بتبقى معانا دايبة خالص كلها ما شاء الله. وبيبقى ايه لما بنرفع العجينة كده بتبقى معانا خط، لا هي تقيلة ولا هي خفيفة في ايدينا قوي عشان ما تبقاش السوائل زيادة. انا بعمل الكيكة بتاعتنا في الحلة على البوتاجاز، ما شاء الله والله بتطلع معايا النتيجة مية مية وزي الفل. بطلت ان انا اعملها اصلا في الصينية في فرن البوتاجاز. لو انت حابة تصبي المقادير بتاعتك او المكونات في صينية في فرن البوتاجاز مفيش فيها اي مشكلة. انما انا ما شاء الله علشان هي ما بتهبطش معانا بالمكونات اللي انا ضفتها ليها سواء الكربوناتو او النشا، فبعمل الكيكة بتاعتي في الحلة على البوتاجاز على طول، وما شاء الله بتطلع النتيجة زي ما قلت زي الفل. طبعا انا دهنت الصينية او الحلة زيت الاول، وبعد كده بصب فيها المكونات بتاعت الكيك بتاعتنا، بسويها كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده بقى هروح على البوتاجاز على الشعلة الصغيرة، بتبقى ايه متوسطة، لا هي اللي هادية قوي ولا هي اللي عالية قوي. ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا عندنا الكيكة قبة وناشفة وجميلة ازاي، وما شاء الله والله هتطلع معاكي النتيجة زي الفل. هنسيبها كمان شوية كده لحد ما الوش بتاعها يحمر كمان شوية. هي احمرت معانا من الجناب خلاص، هي ما شاء الله الوش بتاعها هوت لما بنلاقيه ان هو ابتدى يفتح كده من فوق والجناب احمرت معانا كده بقت ايه تمام. هنطفي عليها بقى الشعلة وهسيبها لما تبرد، وبعد كده هنقلها ونبتدي ان احنا ايه نزوقها. والله لو انت عايزة تسيبيها كده وتاكليها مع شاي بلبن او شاي للفطار الصبح بتبقى زي الفل مفيش فيها اي مشكلة.
عايزة تزوقيها وتديلها شكل جميل وتبقى برضو حاجة في البيت تفرحي بيها أولادك، وتبقى صنف حلو، مفيش برضو أي مشكلة. بجيب اللي هو الشربات اللي احنا بنسقي بيه الحلويات بتاعتنا اللي هي الكنافة والبسبوسة، وبسقي بيها الكيكة بتاعتنا كده زي ما احنا شايفينها. بتضيفي بقى انتي على قد الكمية اللي انتي عاوزاها، زي ما احنا اتفقنا ان التحلية دي حسب الرغبة. وبنجيب بقى الحاجات اللي احنا هنزوق بيها معانا، اللي هو الزواق بتاع الكيك ده، بتبتدي ترشيه عليها. ما شاء الله، هو بقى بيمسك طبعا على الكيكة علشان الشربات بيخليه ان هو يمسك على الكيكة من فوق. بتضيفي الكمية اللي انتي عاوزاها. يبقى احنا اتفقنا ان المكونين اللي احنا ضفناهم اللي هي الكربوناتو والنشا بيساعدوكي على ان الكيكة بتاعتك تبقى جميلة وهشة، وفي نفس الوقت والله ما بتهبط منك بعد ما بتسويها، وما شاء الله بتديكي نتيجة جميلة قوي في الكيك. بنرش كمان يا حبايبي رشة جوز الهند، وبتعملي احلى الحلويات او احلى كيكة في بيتك. اتمنى ان الطريقة تعجبكم وان الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة. يسعدني وجودكم معانا، وبألف صحة وعافية يا رب. واحلى كيك تعمليه بايديك في بيتك لاولادك.